بالنسبه للفنانه سلمى كتطرق الاعمال الفنيه ديالتها كتطرق لبزاف ديال المواضيع التشكيليه، وايضا عندها لمسات اللي كتشمل مجمل الحركات الفنيه اللي متواجده، من بينها الحركه الفنيه ديال التجريد، وايضا الحركه الفنيه ديال الانطباعيه، وبالنسبه للحركه الفنيه نتاع السورياليه. وكاين من نوع من الانواع نتاع الابداع الفني اللي كتطرق له الفنانه سلمى النيت، واللي هي فنانه مرموقه وعندها حس فني، لا من ناحيه ديال اختيارها للالوان الساخنه والالوان البارده، وايضا من ناحيه ديال اختيارها المواضيع اللي كتطرق لها، ودائما كيكون الموضوع الاساسي اللي هو الانسان. في اطار عرض واحد المجموعه ديال اللوحات من الفن التشكيلي للطفله سلمى بومجان، وهذه التجربه الثالثه ولا الرابعه خلال عرض هذه اللوحات، حيث شاركت في مع العديد من الجمعيات، وشاركت في الملتقى الثقافي السابع الذي نظمته الجامعه الحضاريه لمكناس، وعده نشاطات للجمعيات من المجتمع المدني. وهذه التجربه كديرها رفقتها فنانين مرموقين من مدينه مكناس، السيد بادو والسيد كريم. ارتئينا انها دير هذا العرض ديالها مع هاد الفنانين نظرا لشهرتهما، اولا باش تكتسب او تاخذ منهم تجارب ويدان الفن التشكيلي، وانطلاقا من الارشادات ديالهم والتوجيهات ديالهم. وبهذه المناسبه كما كتشوفوا القاعه كتحظى باقبال جماهيري مكثف ديال الزوار، منهم المغاربه والاجانب، اللي فعلا كيكتشفوا من خلال هذا المعرض هذه الرسومات، هذه اللوحات اللي كتعبر في الحقيقه عن اشياء كثيره، منها طبيعي ومنها تشكيلي. سلمى بومجان، واليوم احنا متواجدين في قاعه باب المنصور العلج، اللي من اشهر البلايص فين تيديروا لي زارتيست لي زيكسبو نتاعهم. واليوم انا عارضه هنايا مع جوج ديال لي زوتر ارتيست، الاستاذ بادو والاستاذ كريم، وهذه اول تجربه، ماشي اول تجربه وماشي اخر تجربه ان شاء الله. وانا جيت هنايا كنتمنى ان الناس يجيو ويشوفوا الموهبه ديالي ويكتشفوا ديال الموهبه ديالي في نفس الوقت، ويدعموني ان شاء الله، ونتمنى اني نوصل لواحد المستوى عالي ان شاء الله. كنشكر الحضور والاساتذه ديالي والام والاب ديالي، وشكرا جميع الحضور.